غادي نحتاجو في الصابلي ديالنا ربعه الزبده. انا كندير ديال العلب، اي ماركه كديروا، المهم ديال العلب كتكون شكل بوماط. غنحتاجو 2 بيضات مع قبيصه ديال الملح. غنحتاجو زلافه قل ربع سكر ثقيل، زلافه قل ربع الزيت، نص كاس ديال العنبه ديال النشا، فاني وخماره. طبيعه الحال النكهه اي نكهه بغيتو، حامض ولا فاني ولا روح اللوز، والدقيق حسب الخليط. كميه درتها على فكره بهاد المكونات باش تعطيني كميه كثيره من لي صابلي، باش ندير غير عجينه واحده ونشكلها اشكال متعدده. غناخذوا الزبده نصبوا عليها السكر، نحاول نخلطو مزيان حتى تولي كومين بوماد بحال شكل البوماد. نضيفوا البيض 2 بيضات مع قبيصه د الملح، نضيفوا الزيت زلافه قل ربع، من بعد كنضيفوا نص كاس ديال العنبه ديال النشا، من بعد كنبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه بعد ما غلبناه بطبيعه الحال حتى نجمعوا العجين تكون عندنا رطبه. نضيفوا خماره كيف ما كتشوفوا العجين ديالنا ها هو عجين بهذه الطريقه. نخليوه يرتاح. حلوة 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 كما قلت لكم نخلي العجين ديالنا يرتاح بطريقه يرتاح مزيان. يرتاح مزيان. مرتاح مرتاح. وحلو عجين بهذه الطريقه كما قالت بسمه نخليوه يرتاح ومن بعد نخدموا به. غنخدموا بعده اشكال. غناخذ عندي هاد الليمون ديال السيليكون، غنخدم بعده اشكال بحال هكا. الليمون ديال السيليكون اختاريت هاد الاشكال بحال هذا عاوتاني، ومع عده اشكال. المهم انا غندير ديك العجينه بزاف ديال الاشكال ان شاء الله، المهم شي 5 شي 6 د الاشكال هكا باش نديكوريو البلاطو ديالنا او التمثيل. عندنا في الحشوه غادي نحتاجو كما قلت لكم الحشوه كما قلت لكم نحتاجو البراليني، ونحتاجو الشكلاط دايب باش نعملوا ليمون ديالنا، ونحتاجو اي بيمو كيعجبكم، طونيك اوريو اي حاجه تهرمشوا مزيان باش تخشيو ديروا في الحشوه باش منين تاكلوا الصابلي ديالكم كيعطيكم واحد القرمشه من الوسط كتجي هائله. بسم الله ندهنوا الليمون ديالنا باي شيته او نديروا الكوش الاول ونعاودوا الثاني باش تولي عندنا طبقه غليظه ما تهرش. ماما 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 كما كتشوفوا من بعد ما يجمد لينا الشوكولاط ديالنا شدوا واحد النسبه من براليني حطوه بهذه الطريقه. الحلوه كتجي زوينه وراقيه شكلا ومضمونا. ما نعمروش مزيان، نخليو واحد البلاصه فين نديرو الشوكولاط باش نغطيو. من بعد كناخذ داك البيمو اللي فرستنا نديرو بهذه الطريقه هذه، بهذه الطريقه نمشيو على كل شيء
حتى نسالوها. نديرو غير بشويه. بقاو على هاد النحو تنسالي باقي الحلوات. نفس الشيء نعمرو هادو. شوكولاتة ماما دي كل شوكولاتة. ماما من بعد ما يجمد هذاك الخليط، من بعد ما يجمد الشوكولاط ديالنا نضعو شويه من هذا الخليط ديال نضعو خليط البراليني بالطريقه. اللوز وحشوه فيه براليني كاوكاو او زنجلان باش تغير النكهات. بالطريقه هذه نرشو شويه كوفريت او بيمو. غير هذه الشكل ثاني. من بعد نحطوها فوق الصابلي كديكور او كشكل جديد بالطريقه. نديرو بهذه الطريقه هذه. خديت الشوكولاط الابيض ذوبتو، درت منك هاد الليمون. ما تخافوش واخا كيتجمع شويه الشوكولاط ماشي مشكل، اللي هو ماشي مشكل واخا تشوفوه بحال هكا داير. غادي نرش اما باي فاكهه ولا سميتو. غادي ناخذ شويه زنجلان او الزبيب قطعته صغير او اي حاجه بغيتو تزوقوا بها. غتلوحوا بحال هكذا باش تعطينا دوك الحبيبات باينين من الشوكولاط بحال هكا شي 5. كيولي لنا الشوكولاط بحال شكل الكريمه. نحاولوا ما نعمروش بزاف. على فكره الشوكولاط الابيض مع نكهه الليمون كتجي ولا اروع صراحه. جربوها. نحاولوا ما نعمروش كلها، نديرو غير النص باش نزيدو على داك الليمون اللي بقى. طريقه نحاولوا هادو نبسطوهم بالطريقه بصبعنا. بالطريقه بالطريقه نضربوها مزيان وندخلوها الفريغو حتى هي. من بعد ما سالينا الليمون ديالنا اللي عملنا حطيناه في الفريغو، غنوجدو دابا ان شاء الله العجين ديالنا عجينه الصابلي. شدو كميه. شو نديرو العجينه بين ميكا بين وسط بلاستيكه ونطلقوها او نديروها نيشان بحال هكا باش ما تبقاش تلصق لينا. ونكثروا لها الدقيق. نحاولوا ما امكن نديروها بين بلاستيكه. نخدم بهادو حتى هما شكل مربع. ناخدو المول ديالنا نرشو بالدقيق او ندهنو بشويه الزيت ولا بلاش، حيت الصابلي اصلا ديجا فيه الزبده والزيت ما غاديش تخافوا منه، ما غاديش يلصق. انا كندير الدقيق باش حتى الدقيق كيمص داك شويه الزبده والزيت اللي فيه. بعد
بهالطريقه هذه ندخلوها طيب 15 دقيقه على حسب كل وحده الفران ديالها. المهم نخليوها ما تحمرش بزاف، تبقى شويه ذهبيه شويه نوعا ما، صافي نخرجوا نخليها تبرد نزينوها. درت عاوتاني هاد الاشكال هادو، غندير عاوتاني اشكال اخرى ندخلها الطيب. كشكل اخر عندي هاد لي مول ديال السيليكون ديال المادلين صغار، درت منهم هاد الشكل، درت العجين وسطهم ندخلهم يطيبوا باش يشدوا لي هاد الشكل. نوريكم الطريقه. ديجا قطعت العجين على شكل دائري، نحطوه هنا وفي الوسط، نحاولوا نبقاو نطلعوه في الجناب بحال هكذا. حنا كنمعسوه فيها بحال هكذا، نعطيوها غير النص ماشي نطلعوها الفوق، غير نص المول بهالطريقه هذه. نكملوا على باقي ليمون وندخلوها الطيب. ناخذوا نشدو بحال مثلا هكذا، نديرو شويه ديال النباج او الجليكوز او كوفيتير أو نفس الشيء الطريقه. لكم الاختيار ديك الساعه. بالنسبه لهادو حيدوهم شويه حتى يبردوا تماما الطريقه هذه. ساعه غنعمرهم باي حشوه عندي او باي حشوه. ممكن نعمرهم بالكراميل، نستلي كراميل من الوسط، وندير لهم باللوز افيلي محمر او كبير. ممكن نعمرهم بكريمه البراليني، ممكن نعمرهم باي حشوه بغيت، او مكسرات معسله باي حشوه بغيت، وخطوط سوداء او بيضاء ديال الشوكولا من الفوق، اي حاجه بغيت. ماشي غنفرض عليكم الديكور او الزواق، ثم لكم الاختيار. نحاولوا بشويه ما امكن باش ما تهزش لها الحواف. بالنسبه لهادو اللي على شكل مادلين، عمرت البوشيط براليني، نديرو هاد الطريقه نفس الشيء. اللوز افيلي بحال هكا باش تبان بلي راه اصلا الحشوه ديال اللوز بهاد الطريقه هذه. نحطو شويه بشويه باش تبان. هاد الوردات كنت ديجا وجدتهم. هذا الشوكولاط الابيض ودرت نكهه الفريز، ولا بغيتو تضيفوا لي شويه الملون انا درت غير نكهه الفريز كيف ما درت للشوكولاط الاول، كيف ما درت لهذا الشكل. ما تخافوش واخا يشد شويه يتجمع شويه ماشي مشكل، غير حطوه في المول وخليوه في المجمد. دابا غادي نمروا للتزيين. غناخذوا مثلا هذا الشكل كما شفتوا، غناخذوا لون برونزي او فضي كيف ما كان. حاولوا ندهنوه بحال هكا ونصبغوه بحال هكا. بطبيعه الحال يكون من نوع ممتاز. تزينوا بعجينه اللوز او ممكن تزينوا بعجينه الشوكولاط. هنا عجينه السكر ديجا خدمتها او كتباع في المحلات. بتيت غوز بالطريقه هذه. غندوق عليها هكا. ممكن ندير الكريات الفضيه ديال الغذائيه. بالطريقه هذه.
بالطريقه هذه. نكملوا التزيين كما قلت لكم على حسب الرغبه. هذا الشكل حتى هو دو سبارتو، هذا الشكل دهنتو بهذه الطريقه. بالنسبه لهادو نديرهم بهذه الطريقه هذه. انا كما قلت لكم التزيين حسب الرغبه، على حسب كل وحده واش بغات. طريقه باش نعطيو ديكور اخر. الصابلي ديالنا ها هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى ينال اعجابكم، ديروا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتشاركوها مع كاع لي زامي ديالكم. شكرا، حتى الحصه اخرى ان شاء الله مع شيوه اخرى. تحياتي، مع السلامه.